اليوم وانا نخدم الصباح صارت لي فازة بالحق شوكاتني وخلتني نخاف نوعا ما. آه هو نورمالمون في الوضعية هذه اللي الأستاذ والمعلم مستهدفين فيها ويستنوا له في أقل غلطة. يا حبذا ولو أنه اللي يصير داخل أروقة القسم ما يخرجش البر، لأنه عسى أن يفهم بالغلط وكم من أستاذ فهم بالخطأ ودفع الفاتورة غالية. لكن للأسف الحاجة هذه يلزمني نقولها، فهمتني؟ عسى أنه بعض الأولياء وأغلب الأولياء اللي غاطسين في الخدمة للعنكوش وماشي في بالهم أنه دورهم فقط أنه يجيبوا الماكلة واللبسة والكتب للصغار، واقف انتهى هناك. تحس فما فجوة كبيرة بين الصغير وبين الوالدين متاعه. الحكاية وما فيها باختصار شديد. قسم من الأقسام اللي نقري فيه زوز بنات، حرب ضروس قائمة بيناتهم على الفوز بالمرتبة الأولى في القسم، فهمتني؟ ولاحظت هذا أنا من الثلاثي الأول، تلميذة منهم جات الأولى وتلميذة جات الثانية بفارق ماهوش كبير برشا. لكن التلميذة من سوء الحظ التلميذة اللي جات الثانية نفسيتها هكا فراجيل شوي، تأثرت تأثر كبير، ولات تبكي وترشنية وتأزمت. حاولت أنا بالجهد اللي أعطاه لي ربي إني نشجعها ونقول لها راهو ما هي إلا دراسة هذية وما هي إلا قراية وحكاية فارغة، وتو في التريمستر الثانية اخدم باش انت تفوز بالمرتبة الأولى وتسترجع مكانك، خاطر هي كي قرات عندي قبل كانت ديما الأولى، فهمتني؟ ووافقني المولى سبحانه وتعالى أني نعاونها أنها تنسى الموضوع هذايا، وبدينا نخدمه في الثلاثي الثاني. اليوم أنا قاعد نقري الصباح وفي سباق مع الزمن، نحب عندي بعض التعلمات يلزمني نركزها في مخاخ التلامذة، على خاطر هي مش تكون موضوع الامتحانات اللي مش تصير في الامتحانات الكتابية اللي مش تصير في الجمعة الجاية. قاعد نزرب، وبما أنها الجمعة هذه الامتحانات الشفوية، جاء البالي اني نذكرهم. قلت لهم يا الاولاد رانا نهار الجمعه نعديو الماده الفلانيه شفويا ونعديو الماده الفلانيه شفويا، نستعدوا واحفظوا كذا واحفظوا كذا باش تكونوا باش تحسنوا مراتبكم ودرشني. اي مسيو اوكي باهي ان شاء الله باذن الله، فهمتني؟ لكن ما راعني انه بعض التلامذه قالوا لي راهي فلانه الفلانيه، عاد انا قبل هذا قلت لهم هيا المرتبه الاولى السنه التريميست هذه ان شاء الله زعما مش تكون من نصيب شكون هكا، على نيتي والله على نيتي. فزوا بعض التلامذه قالوا لي راهي فلانه الفلانيه التلميذه اللي جات في المرتبه الثانيه قالت لنا راني اذا كان ما نجيبش 17 معدل التريميست هذه سانتحر. قلت لهم قالت هكا؟ قالوا لي ايه، واحده تكلمت من غادي، واحد تكلم من هكا، واحد تكلم من هكا. سيدي قالت لنا هكا صغار التلامذه ذوما عمرهم 11 سنه 12 سنه، بين 11 و 12 سنه، فهمتني؟ قالت لنا اذا كان انا ما نجيبش 17 معدل ننتحر. بالرغم اني كنت في سباق مع الزمن كما قلت لكم باش نكمل الحاجات اللي عندي، باش حبست كل شيء كهوش مازال فيها من تدريس. يجي لهنا يا فلان نضحك بالعاني ونبدل فيها بضحكه. اي مشيت انا وياها القسم اخر، خليت تلامذه خليت تلامذه قلت لهم اسكتوا، مشيت انا وياها القاعه اخرى. شنية الحكايه؟ قلت لها شنية ننتحر هذه؟ قالت لي يا مسيو راني نفدلك مش بالحق. لا قلت لها ما شنية حتى لو كان بالفدلك راهي وعملت لها حصيل ودرس طويل عريض باش نجتث لها الفكره هذه من مخها. الفكرة هذه حتى وإن قالتها هي على سبيل الفدلكة وعلى سبيل المجاز، إلا أنه ما يمكنش أنه الإنسان يتعداها، فهمتني؟ ويمر عليها مرور الكرام حتى وإن قيلت هكاك سبونتانيما. قلت لها راهو ما يجيش، راهو مجرد ذكر حكاية الانتحار هذا راهو حرام، وراو أكل تسمع بيهم انتحروا وتسمع بيهم كذا، راما دوكا ناس مهبلة، ناس ما عندهمش عقول وناس جهلة، وانت تبارك الله تلميذة ممتازة إلى آخره. وبقيت حصيله
وفقني المولى سبحانه وتعالى، بقيت معاه يجي تقريبا ربع ساعة، فهمتني، وقفت كل شيء. ايش مازال فيها من تدريس، ايش مازال فيها من واحد، فهمتني. ونحيت لها الفكرة هذيك من مخها، قلت لها هاي راك مش تجي الأولى المرة هذية، وحتى كان جيت الثانية ولا الثالثة شنو المشكلة. ونحيت لها الفكرة هذيك إنه تحدي وإنه، فهمتني. تنرجعوا لها الحكاية ذي انتر بارونتيز، فهمتني. ورجعت للقسم. أنا ألهمني المولى في الفترة في الوقت هذاك إني تفكرت حاجة، فهمتني. قلت لهم يا اخي شبيكم انتم، يا اخي شبيكم ما تسمعوش بالباهي، يا اخي شنو تعرفوا عليها هذه فلانه الفلانيه، صوتها كيفاش، هي التلميذه ذي من خصائصها انه صوتها جويد، انه ساعات نكلفها بقراءه نص ولا حاجه تقراه بصوت جويد، والتلامذه اللي في اخر القسم ما يسمعوهاش. قلت لهم يا اخي شنو تعرف، قالوا راي سيدي راه صوتها ضعيف مش قوي. اي قلت لهم ملكي صوتها ضعيف ماهوش قوي، راي انتم ما سمعتوهاش بالباهي، راي قالت مش نجيب 17 وما قالتش سأنتحر، قالت مش نجيب 17 وسأنتصر، بدلتها الكلمة. ايش فكرة جاتني كيك، ذكرتك الحكاية الفازة اللي صارت في مسرحية عمار بوزورك اللي قال له راهو ما فشش ما فشش العجالي نتاع التراكتور المعمر، راهو ما قالش فش، راهو قال خش. تذكروها في مسرحية عمار بوزور، بدلت هيك. قلت لهم راي ما قالتش كان ما نجيبش 17 سأنتحر، راي قالت كان ما يلزمني نجيب 17 مش نجيب 17 وسأنتصر. أنا وليت سيبت كل شيء، وليت نخدم في التنمية البشرية. ريتوا الصغار كيفاش تخمم أيها الأولياء، ذي رسالتي للأولياء، للبيات وللأمات، راهو نقولها وقلتها قبل ونزيد نعاودها، راكم أنتم لا تربون عجولا، ما كمش تسمنوا في عجول، مهمتكم ماهيش الخدمة فقط، وإنك تعبي له كرشه بالماكلة وتوكلوا أعز ماكلة وتلبسوا أعز لبسة وتجيب له الأدوات. اسمعوا صغاركم ما فيها باس، اسمعوا صغاركم. ساعات المعلم هكا يحب يحل دي بارونتيز ويحب يقرب من التلامذة ويحكي لهم على الواحد، فهمتي، على برشا حاجات، ساعات يساء فهمه ويعاقب، او فلان حكى لهم على عذاب القبر، هاو الاخر وقفوه على الخدمه، هاو الاخر. ريتوا المعلم والاستاذ شنو الحاجات اللي يفيق بها اللي انتم ما تفيقوش بها، اللي علاش؟ لانكم ما تحكيوش مع صغاركم، لانكم ما تسمعوش صغاركم، ولانكم عن جهل منكم الاغلبيه الساحقه حاشا البعض تبارزوا في جيرانكم وفي عائلاتكم وفي صغار عائلاتكم بصغاركم. والله تقول له كان ما تجيش لول ما نجبد لك عينيك، ولا ما نحك لك الفلفل، ولا ما نقتلك، ولا ما نلوي لك عنكوشك. لكن الصغير يخاف ويولي عايش في خوف وفي رعب من بوه ومن امه، يلزم يجي لول كوت كوت، ويولي يخمم في كما خمت الطفله الصغيره هذه، فهمتي. واللي والحمد لله نحيت لها الفكره هذيك ومشيت للتلامذه قلت لهم راهي قالت مش نجيب 17 وسأنتصر، ما قالتش كان ما نجيبش 17 سأنتحر. وقلت لهم انتم هالحكايه هذيا راهي حكايه فارغه، راهي ربك اللي يعملوا كيكا، راهما الناس مهبله. وحليت بارونتيز اخر قعدت نحكي لهم في الحكايه هذيا، وانه الحكايه هذيا نتاع الانتحار هذيا نتاع ناس جهله وناس ضعاف ايمان. من ناحية أخرى اسمعوا صغاركم وما عادش تعطيوهم التليفونات يحلوا الفيسبوك ويشوفوا الأخبار اللي من النوع هذا متاع الانتحار، وما عادش تخليوهم يسمعوا الأخبار اللي في التلفزة والبرامج اللي فيها انتحار وفيها وقتل الروح ودرشنية، لأنه الصغير سيتان جرون كابتور، أكبر حاجة في الصغير هي وذنية، قاعد يتعلم، قاعد يقبل 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 يقبل. هذه مع أول صعوبة عرضتها قالت سأنتحر، ولو إنها قالتها كيك مجازا إلا إنه تبقى في نفسيتها. ملكي تولي مراهقة وتجيها صدمة عاطفية، اش تعمل؟ ملكي تدخل في معترك الحياة وتجيها صدمة من نوع آخر، اش تعمل؟ اسمعوا صغاركم يا أولياء، هذه وصيتي ليكم، فهمتني. والمعلم كي يدخل والأستاذ كي يدخل ساعات ويحل دي بارونتيز خلوه ما يسالش، لأنه يرى ما لا ترون، إنه يرى ما لا ترون، فما حاجات ما تشوفوهاش انتوما لصغاركم، فهمتني. اسمعوا صغاركم ما يصيرش، وصغاركم ما همش كباش نطيح تناطحوا بهم في جيرانكم وفي بنت سلفتك وبنت سلفك وبنت لوزتك وبنت ما نعرفش شكون. يلزم بنتك ولا ولدك يجي لول باش تقهريها، وهاي الشهاده وهاي